من أهم الحاجات اللي كنت باعملها في يومي وفرقت معايا بشكل كبير جدًا وخلّتني أقدر إن أنا أخلّص التاسكات بتاعتي، وهي الTo do list. الTo do list دي كنت باعملها يوميًا، كانت بتخلّيني أقدر إن أنا أخلّص التاسكات بتاعتي، ولو مش كلّها كان على الأقل كان أغلبية التاسكات بتاعتي. أنا مش هاقول لك نزّل تطبيق على الموبايل والكلام ده، أنا هاقول لك هات ورقة وقلم. أنا شخصيًا بافضّل الورقة والقلم. هتجيب الnotebook بتاعتك أو لو ما عندكش notebook والله ما ضروري notebook خالص، هات كشكول أو هات كراسة أو أي حاجة، واكتب فيها اليوم النهارده المفروض تعمل إيه. النهارده أنا المفروض إن أنا عليّا task 1 و2 و3. وابدا ان انا اصحى من اول لما اصحى من النوم اخلص الحاجات اللي عليا، ابدا اشوف التاسكات اللي عندي تمام، وكل تاسك اخلصه اعمل عليه علامه صح، والتانيه والتالته لحد ما اخلص يومي كله. واجي اخر اليوم في نهايه الصفحه كده بالظبط اشوف انا خلصت ايه وما خلصتش ايه، والحاجات اللي انا ما خلصتهاش اكتب السبب تحت انا ما خلصتش الحاجات دي ليه. تمام. هعمل الحاجات دي على مدار الاسبوع يوميا، واجي اخر الاسبوع اللي هو اليوم الاجازه عندنا وابدا ان انا اشوف الحاجات دي انا ما خلصتهاش بسبب ايه، بحيث ان الاسباب دي انا ما اكررهاش تاني الاسبوع الجاي. وبس كده. اعمل الطريقه دي اسبوعين لمده اسبوع واحد بس، وشوف النتيجه هتكون فارقه معاك ازاي. يعني هتلاقيك ان انت بتنجز التاسكات بتاعتك وانت عارف اصلا انت عليك ايه وخلصت ايه وما خلصتش ايه، والموضوع هيفرق معاك بشكل كبير جدا. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير عشان غيرك يستفيد، واستنى الفيديو